عبد الكريم يحييكم من ملعب الامير فيصل بن فهد بالرياض للتعليق على هذه القمه والتي تجمع ما بين نادي الهلال ونادي الاتحاد في الاسبوع رقم 27 من دوري روشن السعودي للمحترفين. كانت ضربه ركنيه ولعبها اجازه فوق العارضه وانتو ما بين عبد الرزاق حمد الله وكورنادو. يا سلام على احلى كلام واللغه الانسجام ما بين ايجور كورنادو وعبد الرزاق حمد الله. يعمل 1 2 الثالثه تدخل شباك على المعيوف ليعلن نادي الاتحاد عن اول اهداف اللقاء في الدقيقه التاسعه بقدم اللاعب ايجور كورنادو من 1 2 جميله قوي بينه وبين النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله. هدف هيشعل المباراه ويسخنها ويرفع كده من درجه حرارتها طبعا، لان نادي الهلال صاحب المركز الرابع اللي عنده 49 نقطة مش هيسقط أمام نادي الاتحاد اللي عنده 62 نقطة صاحب المركز الأول. وكرة النادي يلعبوا رومارينو، إنما المعيوف يا هجمة في منتهى الخطورة على نادي الهلال. لا، نادي الاتحاد مكشر عن أنيابه ويصل إلى المعيوف بسرعة أقوى من نادي هذه الهجمة الثالثة على التوالي. ورومارينو مش ممكن رومارينو يخش عليه الشراحيلي، يعني اعتقد والله ده محمد جحفلي دخل عليه وياخد انذار مستحق. يعني طبعا حجازي بيقول للحكم فرناندو راباليني ده المفروض اخر واحد، انما شوطه ويطلعها المعروف وتوصل لادي ايجور كورنادو يلعبها، انما برافو طبعا عبد الله المعيوف يطلعها بقبضه ايده كده وما زالت الهجمه شغاله. ورومارينو يلعبها من ناحيه اليمين، مش ممكن يا عبد الرزاق يا حمد الله، مش ممكن الا دي يا عبد الرزاق، كل اللي انت يا عبد الرزاق مش ممكن تطلع هجمه، يعني هجمه ما تضيعش خالص من عبد الرزاق حمد الله، ده بيجيب اصعب منها بمراحل. وادي وموسى ماريجا يلعبها، انما مارسيلو موسى ماريجا يلعبها انما تخبط كده في الشراحيلي، انما طبعا برافو مارسيلو جروي صاحي وواعي وفايق طلع الكوره. وادي جمهور نادي الاتحاد وعلى راسهم طبعا المدير الفني نونو سانتوس طبعا مبسوط جدا بهذه النتيجه اللي لو نادي الاتحاد اخذ الثلاثه بونت اعتقد بنسبه 90% حصل على لقب هذا الموسم. طبعا نادي الاتحاد مش عايز يحصل معاه زي ما حصل الموسم الماضي، كان ادي يطلع مارسيلو، انما لحسن حظه انه يعني اوديون اجاله مش راكب الكوره كويس، عشان كده تطلع بالشكل اللي حضراتكم شفتوه. طبعا نادي الاتحاد في الموسم الماضي كان متصدر الدوري لاسابيع طويله ومش ممكن يا هجمه تضيع من نادي الهلال وهجوم ضاغط من نادي الهلال عبد الله عتيف، انما ما لحقهاش. قعد متصدر الدوري لاسابيع واسابيع، ولكن في النهايه مش ممكن. يا سلام على احلى كلام واللغه الانسجام ما بين اللاعب عبد الرزاق حمد الله واحمد بمسعود. ده عبد الرزاق حمد الله اداله ايه؟ اداله شيك على بياض، انما يا سلام على احلى كلام ولغه الانسجام ما بين عبد الرزاق واحمد بمسعود وايجور كورنادو عشان يسجل الهدف الثاني لنادي الاتحاد في دقيقه 30 وسط ذهول جامد جدا من مشجعي نادي الهلال. مش متعودين على اللي بيحصل ده، نادي الهلال بقاله مده كده هو المتفوق، ولكن نادي الاتحاد كان بيقدم ما عليه في كره القدم، وعشان كده بيبقى في توفيق وعدم توفيق، انما حتى الان تبتسم الكره الى نادي الاتحاد. عبد الرزاق حمد الله من ناحيه الشمال وهيعمل ايه وداخل عليه بالله، انما برافو دفاع قوي من علي محمد جحفلي. وادي طبعا مشجع نادي الهلال اجمل ما في المدرجات هو الجمهور وشكل الجمهور وتشجيع الجمهور، لانه اللاعب رقم واحد في لعبه كره القدم ومش ممكن. هنشوف، اعتقد الفار هيكون موجود، هنشوف هل هي عدت الخط بكامل محيطها ولا لا. يعني هنا ما تبانش، هنا بقى ده دور الفار، والحكم فرناندو راباليني يعلن عن اول اهداف اللقاء لنادي الهلال عشان تبقى النتيجه 2-1. مصعب الجوير يحط هدف جميل جدا لنادي الهلال، تبقى 2-1
واحنا بنلعب في دقيقه 45 هدف في توقيت مظبوط جدا. بصوا حضراتكم يعني عدت، كان مارسيلو اعتقد انها تلعب عرضيه، انما طبعا التوفيق وعدم التوفيق وايجور كونادو يا كانت هتبقى 3-1 في دقيقه، انما دخلنا في الشوط الثاني ويلعبها برافو يا ولد، يلعبها اندريه كاريلو، انما القائم الشمال لا والله ده اللاعب لاعب نادي الهلال لوتشيانو فيتو هو اللي حطها في القائم الشمال، انما كان معاها مارسيلو، انما حطها حلو جدا هذا اللاعب. والشهراني سلامات للشهراني والله زمان، وموسى ماريجا يحطها بدماغه صاروخيه، انما تخبط في دفاع نادي الاتحاد تبقى ضربه ركنيه. عبد الرزاق حمد الله عامل زي الصياد في منطقه الجزاء كده، مستني حاجه تجيله ورومارينهو، انما لا ما فيهاش حاجه يا رومارينهو، خبطه طبعا في ايد علي قلب الله، انما ما كانش شايفها تماما علشان نبقى منصفين في هذه اللعبه. بص حضراتكم يعني لا الشهراني شايفها ولا طبعا قلب الله، وعشان كده الحكم طبعا في فار ما قالوش اي حاجه. شوطه حلوه قوي من اللاعب طبعا نجم نادي الاتحاد، بيشوط شوطه قويه جدا احمد بن مسعود، انما بعيده تطلع فوق. هجمه بص حضراتكم بدا نادي الاتحاد، يعني بعض الناس يقول لك هو ليه لابس ابيض؟ اقول له والله انا مش فاهم، يعني لا عمر ما الاصفر بيتعارض مع الازرق، انما طبعا اعتقد بقى ده مسؤولين نادي الاتحاد هم اللي مسؤولين، او هم اللي عندهم الاجابه في هذا السؤال، لان الزي بتاعه جميل جدا الاصفر في الاصفر في اسود دوت، وادي يخش كده يعني اوديون جاله في مارسيلو، ويعني اعتقد لعب على الكره ولا ايه، انما احمد حجازي طبعا زعلان على زميله مارسيلو، ما يحبش طبعا يشوف الكلام ده. احمد حجازي من المدافعين يعني اللي نرفع له القبعه، وادي اوديون جاله مش ممكن يا محمد كادي، اوديون جاله تاني، انما احمد حجازي كابتن نادي الاتحاد ولا ده كان موسى ماريجا. ادي رومارينو كده داخل منطقه الجزاء، يا يجيب جون يا ياخد ضربه جزاء، انما مشيت عرضيه وتوصل له تاني، ويعمل ايه رومارينو؟ مش ممكن. هجمتين في دقيقه حطها حلوه قوي، انما كانت عايزه يعني يمين شويه يا رومارينو، انما هجمتين في دقيقه لرومارينو نجم نادي الاتحاد، انما حتى الان ما زالت النتيجه 2-1 واحنا بنلعب في الدقيقه 81. هجمه لنادي الاتحاد ويشوط، انما بعيده عن الثلاث خشبات. يا سلام اندريه كاريلو، يعني والله ده مش دلجادو، يعني يشوط شوطه، انما بصوا تقلش من على رجله كده، ما كتمهاش كويس، عشان كده مشيت بالشكل اللي حضراتكم شفتوه. ترقب من نونو سانتو وهجمه وتعدي ولا ايه؟ هنشوف الحكم هيحسب ايه، ومش دلجادو لا عدت ولا ايه؟ تاني هدف لنادي الهلال بنفس القصه يعني هدفين الاتحاد، هدفين سكنوا الشباك، انما هدفين الهلال الهدفين عدوا الخط، ويعني سبحان الله يعني هدف ينقذ نادي الهلال ويوصله الى النقطه 50 ويحسب الهدف فرناندو راماريني طبعا بمساعده الفيديو. هدف صحيح 100%، طبعا في شد عصبي في الملعب، ومش عايزين بقى الكلام دوت، عايزين انتوا لعيبه كبيره جدا وناديين كبار مش في السعوديه، انتوا واجهه الوطن العربي كله، الاتحاد والهلال واجهه الوطن العربي من المباريات زيها زي الاهلي والزمالك بالظبط، نفس الشعبيه، يمكن كمان شعبيه الهلال والاتحاد طاغيه في قاده اسيا عكس الاهلي والزمالك. عشان كده احنا بنقول انتوا عليكم الامل وعليكم العين ان انتوا تخلوا بالكم كويس جدا يا انتوا واجهه الكره السعوديه والاسيويه والعربيه، انما هدف ما فيش كلام ليه مش دلجادو، يبقى 2-2. بكده هيبقى نادي الاتحاد عنده 63 نقطه، ولكن ده من 27 جوله، بينما نادي الهلال عنده كده 50 نقطه من 26 جوله. طبعا الناديين قدموا لنا مباراه جميله جدا، مبروك للناديين هذه النتيجه، والى اللقاء في مباريات